لله رب العالمين. كنت كنتفرج في المنتخب واحد اللحظه هو يأذن المغرب، واكتشفت واحد الحاجه هي اللي خلاتني ندير هذا الفيديو. كنت كنتفرج في الماتش والقهوه عامره والناس كاملين مركزين مع الماتش، نتوما عارفين الاجواء اللي كتكون في القهوه، بنادم مركز مع الماتش. واحد اللحظه هو يأذن المغرب، بقيت مركز كنشوف شكون اللي غادي ينوض يصلي. صراحه ناضوا شي وحدين ولكن قلال. كيفاش بنادم كيتفرج في الماتش وخايف لا تفوتو شي لقطه ولا شي بيت وما كنخافوش تفوتنا الصلاه. كنشوف بنادم كيفاش كيقدر يصبر ساعه ولا ساعتين ولا نهار كامل وهو كيتفرج في التلفازه وفي الماتشات، والصلاه كتاخذ منك 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وبنادم كتجي ثقيله. انا ما كنقولكش دابا ما تفرجش في الكوره، تفرج وشجع وفرح مع راسك، ولكن ملي عيط لك الله ما ديرش راسك ما سمعتيش الاذان، حيت الماتش راه غادي يسالي والنتيجه ديال الماتش حتى هي غادي تنسى، ولكن الصلاه هي اللي غادي تبقى. هذا ميساج الناس اللي كتفرج في القهاوي وكتسمع الاذان وما كتنوضش تصلي، وحتى الناس اللي كيتفرجوا في ديورهم وكيميكوا ملي كيسمعوا الاذان. بغيت نسولكم من مور ما تفرجتوا في هذا الفيديو، واش مره اخرى الا تصادف شي ماتش كتفرج فيه مع شي صلاه وسمعتي الاذان غتنوض ولا غتبقى جالس تكمل الماتش ولا غادي تنوض شي تصلي؟ وهذا الفيديو درتو حتى الناس اللي عزيز عليهم الاجواء ديال القهوه تيبغيو يتفرجوا في القهوه ولكن ما تيفرطوش في الصلاه وكيصليو صلاتهم في وقتها، يشوفوا شي قهوه فيها جامع من يسمعوا الاذان ينوضوا يصليو، وإلا ما كانش الجامع في القهوه يشوفوا شي قهوه قريب ليها شي جامع كما درت انا اليوم. والله يهدي ما خلق. هذا ما كان، دوزو بخير.